الله يخليك يا استاذ. والله بجد. شرف لينا كبير يعني والله. صوت حلو وكاريزما وحضور. الله يخلي حضرتك. اولا لازم اعترف لك اعتراف ان انا من محبي المهرجانات اه وبحب الاغاني الشعبيه جدا، طبعا. ولكن في فرق بين اغنيه تسمعها عشان ترقص او عشان تضيف البهجه كده للمكان او كده، وبين ان انت تسمع طرب بجد او تبقى عايز بقى تسمع مزيكا بجد او تبقى متضايق فعايز تسمع حاجه كده. انا مش عارفه اسمها بالعربي بس يعني تملاك كده وتديك قدره على انك تكمل الحياه. يعني دايما اقول المزيكا دي فعلا غذاء الروح. طبعا. فانا لما اتفرجت عليك قلت لا، ما هو اكيد يعني هو مش عارف يوصل او مش معروف وحاجتك مكسره الدنيا وكل حاجه، بس في منظوري الخاص اللي هو يعني رايي المتواضع انك المفروض دلوقتي تبقى سوبر ستار وفي كل حته والالبومز مغرقه الدنيا زي تامر حسني زي حماقي زي، صح ولا ايه؟ يعني والله مش عارف، بس انا ما شفتش نفسي كده بالظبط. يعني انا لما عملت شغلي لما بداته انا بصيت في الكلمه اللي هتوصل للناس، اللي يعني الكلمه المحترمه قوي يعني، وبعد كده عايز اعمل التراث بتاعنا الصعيدي يعني. فما فكرتش ان انا اكون طبعا زي تامر حسني ولا محمد حماقي، وانا بحبهم جدا. طب يمكن التراث الصعيدي ده مش كل الناس بتحبه او مش كل الناس بتسمعه. هو ده بقى ان انا اقدمه في حاجه في قالب مختلف، كل الناس فكل الناس تسمعه. يمكن قبل ما نسجل حضرتك لما سالتيني قلت لك انا عندي اطفال كتيره جدا جدا بتحب وائل الفاشني. طب انت هتحب المهرجانات ماشي، تحب اغنيه لتامر حسني ومحمد حماقي انا بحبهم برضو ماشي. طب ايه اللي يعني الكلمه بتاعتي تقيله وانا كمان بغني بشكل تاني خالص يعني. ايوه انا بقول لك بقى، انت ليه مصمم تبقى بتحط، طبعا مع كل الاحترام والتقدير للثقافه والمثقفين، ليه عايز تتحط بس في الحته دي؟ اوبرا، ساقية الصاوي بتاع. ليه ما فيش حفله في الساحل الشمالي مثلا؟ والله انا ما هتعرضش انا البروجرام بتاعي كله انا بغني. ما هو الصعيدي برضو في حاجات بترقص وفي حاجات في كده. ما فكرتش بقى تخرج من موضوع الصعيدي ده؟ لا انا عملت بالفعل. يعني انا بس كل ما في الامر اني انا بنتج شغلي، يا بنتج شغلي يا بيبقى مثلا في زي ما تقوليش مثلا انك مش لاقي منتج مثلا. لا مش لاقي. مفيش دلوقتي، مفيش حد او ما حدش عرض على وائل الفاشني ان هو يعمل حاجه يعني. طب بتكلم بجد والله يعني. ازاي؟ والله دي الحقيقه يعني انا مش بهرج يعني. فعلى حد يعني على قد ما بقدر بقى بعمل شغلي. ما يمكن ما حدش عرض عشان انت حاطط نفسك في القالب ده. يعني انا مش حاطط نفسي في القالب ده خالص ولا حاجه، بالعكس ده يعني انا بعمل فكرت حفلات. تعمل حاجه رومانسيه مثلا بره موضوع الصعيدي ده مثلا؟ لا جدا جدا. عملت لحق يعني عملت تراك كده اسمه راهب، وبس لسه ما نزلش وبرده مستني برده عشان ندعمه عشان يقدر ينزل اقدر انزله، وانا يعني انتاجي يعني ولحني كمان، وعملته بطريقه مختلفه يعني. ايه انتاجك؟ يعني بتكلفك ايه غير ان انت تسجل في استوديو خلاص؟ هو بسجل في استوديو، هو ده ايجار مش سهل. استوديو؟ طبعا استوديو موسيقيين وانا بطلع شغلي كما ينبغي وكمانجات انت عايز اوركسترا وكده؟ بالظبط يعني. انا ما انت مصمم يعني؟ لا مش مصمم قوي، بس انا عايز اوصل لحضرتك معلومه. الحاجه الحلوه مثقفين بقى مش مثقفين بتنجح. يعني مثلا يعني مش عارف، عايز اجيب لحضرتك مثال. لا انا مش قصدي مثقفين انها حاجه وحشه. لا ما انا فاهم. انا قصدي ان في حاجات لما بتبقى تقيلة. تقيلة. ومش بتواكب كل الاذواق. بالظبط. فاهم قصدي؟ بالظبط. احنا بقى بندور على اللي هيجي. قصدي اقول ليه ما تعملش اغنيه عاديه يعني؟ انا عايز جدا يعني، انا عايز جدا اعمل، وعشان خاطر كده كل يا حد ياخدك يصنفك حاجه تانية قصدي. يعني هي دي ما حصلتش يعني. يمكن عشان احنا دايما بناخد الحاجه زي ما بنشوفها مثلا. ما عندناش الحد اللي ياخد حد ويقلبه حاجه تانية او يخرجه من جلده او بالعكس. يعني انا عندي يعني طب ما هقول لك حاجه، ما تيجي نعمل دلوقتي مثلا يعني اختبار كده. ما تغنيليش اي حاجه غنيتها قبل كده، غني لي اي حاجه لاي حد من اللي احنا بنتكلم عنهم دول. حماقي بس بطريقتك. حماقي يعني بس بطريقتك، ممكن بتوزيعك مش حافظ حاجه بطريقتك يعني. بصوت مش حافظ. بس في حاجه كده حافظها. انا بحب رامي جدا، بحب رامي صبري جدا. ماشي. مهما ببعد قلبي انا وياك حبيبي عليك تطمني وهعمل ايه
حبيبي خلاص حياتي معاك ولازم احنا لايف، احنا لايف كده يعني. لا اصل هو المشاهد مش هيفهم برضو، يعني احنا لايف، مفيش اوتوتيون، مفيش تراكات، مفيش اي حاجه خالص. الله يخليك يا استاذ، بجد بس انا حافظ والله. الحته دي كده بحبها له، لان رامي كمان بس من دي الأصوات اللي برضو بحبها. مفاجاه، يعني انت مش حافظ اي حاجه لاي حد، ده معناه ان انت وانا بس لا حافظ في حاجات كتيره بتعجبني وبتلزق في ودني فبحفظها يعني بس يعني في حاجات قديمه. طيب طبعا آه. طبعا في حاجات قديمه، يعني مثلا بحب اغنيه اسمها في قلبي غرام للاستاذ محمد عبد المطلب. ده كمان لازم الناس تدور على حاجه. طب ماشي. بس انا قلبت الحكايه شويه، خدتها يعني عجبتني جدا، يعني الاستاذ محمد عبد المطلب بيغني في قلبي غرام يصبرني على خصامك تيرارارا وطول بعدك تيرارارا واقول انساك يحايلني ترارا وشغلني زمان ودك تيرارا في قلبي غرام مصبرني. ممكن بقى نغنيها كده. طب أنا عايزة أعرف، قلبي لا عايزه اسالك سؤال من غير مقاطعتك بس. اتفضلي. انا عايزه اعرف، انت اكيد عايز فلوس. كل الناس عايزه فلوس صح؟ حتى عشان تعرف تعمل الفن اللي انت عايزه يعني. صح مظبوط. ما فكرتش بقى انك تعمل كده؟ يعني ما فكرتش تعمل والله اغنيه؟ والله انا اصل انت حضرتك انا بعمل كده بالفعل، يعني انا مش صعيدي، يعني انا لفيت العالم كله وقعدت في كل حته في الدنيا انت وبلعب. عندك كام سنه عايز تقول ولا؟ لا عادي 39. وكنت يعني يعني احكي لي كده من ورا شويه. من ورا شويه، من 20 سنه. بتغني بقالك 20 سنه؟ لا بلعب افريكان بركاشن. يعني دخلت كونسرفتوار وكده ولا ما كملتش. ما كملتش. كنت بنحب بقى يعني كنا بشتغل بقى وبسافر وصغنطوط يعني بشتغل بروح حفلات. كنت بسافر مع الاستاذ فتحي سلامه اللي هو بيعمل موسيقى جاز وراجل عالمي يعني واخد جرامي كمان. فكنت بسافر معاه وهو كان بيحبني جدا جدا وعارف ان انا بتعلم بعنايه الايقاعات. اوكي. والحمد لله رب العالمين يعني بتقن ده جدا، وكنت بعمل الحاجات الصعبه قوي. يعني انت اصلا عازف؟ بالظبط. اوكي. يعني انا اصلا يعني انا لا بغني طول عمري. افريكان بركاشن دي يعني افريكان بركاشن حاجه صعبه جدا جدا وحاجه دي اللي هي كده دي قوه جدا وايديا ميته ما بحسش بيها وحاجات كده يعني. ايوه اللي هم الطبلتين دول ولا لا دي حاجات كتيره جدا. افريكان بركاشن دي في انواع بقى، سابار، جامبي، توكن درام، حاجات صعبه يعني. وبعدين اكتشفت بقى ان صوتك حلو ازاي ولا؟ لا انا ما اكتشفتش، انا بغني اصلا، بس كل المطربين الموجودين دلوقتي اصحابي وحبايبي، فكنت بشوف قد ايه بيعانوا يا عيني من قساوه ان هم عايزين يغنوا وبيحبوا الغنى.